السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أقدم لكم تعليم عزف خشابة بصراوية، خشابة عراقية. أي شيء تحتاجونه موجود أسفل الفيديو، جميع إصدارات الأورج ورابط السيت. رابط السيت يشتغل على جميع إصدارات الأورج. بالبداية راح أعزفها عزف كامل على مود تشوفون أعزفها شلون، وبعدين أسويها على البطيء خطوة بخطوة. مثل ما شفتوا شلون عزفتها كامل. هسه خلونا نبدي بالتعليم. اول شيء من تنزل البرنامج، انا حاليا جاي استخدم اورج 2022. من تنزل البرنامج مال العزف خلونا ندخل على الاعدادات. ندخل اول شيء على الاعدادات، لوحة المفاتيح. هاي اول كلمة اللي مكتوبة عد من مفاتيح نخليه على رقم 14 مثل ما جاي تشوفون. سووا نفس انا اللي مسوي. مفتاح البداية هاي هنا مكتوب، تختار من درجة الدو، هذا حرف السي. هنا مكتوب عندك عرض توضيح للمفاتيح. اذا تريد تطلع الحرف، اذا شوفها صعبة عليك وتريد تطلع الحرف خلي على رقم 3. هذا دو ري مي، هذا ثالث وحدة راح يطلع عندك الحرف. راح يصير هيجي نفس اللي موجود عندي. بالنسبة للإيقاع والأصوات، الإيقاع تختارون إيقاع خشابة. هذا الإيقاع. بالنسبة للأصوات، أي صوت أنت حسب رغبتك، أي صوت يعجبك تقدر تعزف به. نبدي بأول خطوة، ركز وياي. تشغلون هذا الفاريشن الثاني مال الإيقاع، مو الأول الثاني، وتسوون هيجي. نسويها على البطيء، ركز وياي. شوفوا ويا الإيقاع شلون.
هيك اعذروني يعني إذا شوية غلطت، يعني بإصبع واحد ما أقدر أعزف على السريع. بالنسبة للخطوة الثانية، الخطوة الثانية هيك. أو إذا تحب تكررها يعني تعيدها الخطوة الأولى تعيدها نفسيتها بس تغير الصوت على مود يصير عندك شوي أحلى. المهم نجي للخطوة الثانية. الخطوة الثانية من تختارها تحول على الفاريشن الرابع مال الإيقاع هذا، مو الثاني، تحول على الرابع. شوف نحول على الرابع ونسوي هيك. العفو، بدون إيقاع هي لازم. شوفوا شلون ويا الإيقاع. طبعا إذا تعرف تتحكم بأصابعك شوية سوي بها ترتيل يعني هيك. وهاي تكملها وياها. إن شاء الله يكون الفيديو واضح للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.